وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. هلا بالشيخ عبد الرغيب، يا هلا ومرحبا. الآن عبد الرغيب أبو خالد الآن بزيارة للنقيل، إيش قيمت الأوضاع؟ احنا نزور دحين الطريق نشوف مشاريع الطريق، ذول الناس يلفوا أي حاجة ضرر على الطريق يلفون. يا أخي مثل ما الزيادة يلفون من الطريق، أي حاجة ضرر الطريق مترعش حجار بالطريق. بس احنا أقول لك نحافظ على التراث الأول والتراث الثاني والشغل حقنا، جهودنا وجهودكم. نشي احنا التعاون الجميع، إن احنا مثلا نعمل حساب المجاري حتى بالأعمال القادمة نعمل واحد ممرات الماء سواقي كذا كذا. بس انا الشيء اكلمك يا عبد الرغيب، ما تلاحظش انه في تقاعس او تكاسل او في تقاعس من جميع الاطراف يعني حتى رسوم الجمعيه من 100 ريال او من 50 ريال الكثير بطل السبب. الجمعيه الحين عاده يحتاج إعادة ترتيب. والناس متفاعلين موجودين، موجودين باي وقت يا اخي. اي عمل واي ظروف هم بيجيهم، سواء مرض سواء طريق. ان شاء الله بعد عرفه احنا يوم لقاء ثاني جديد ان شاء الله. بعد عرفه نصلح الطريق ونشتد وصلحنا ابو الطريق كامل. طبعا الخير موجود، الخير موجود عند الناس بشكل عام، بس اللهم القياده لما بواحد يقودهم الى الخير الناس. الرجال موجود والقياده موجوده ان شاء الله، عشان كل الناس مش يقصروش ان شاء الله. ربك سهل. موجودين واحنا موجودين معاهم، نشارك من هنا ونشارك من هناك ومن اي مكان وباي وقت وباي ظرف باي وقت واي ظرف احنا مشاركين بالطريق باي مشروع خيري. طبعا المشاركه هو الانسان بركه في ماله ودرء للامراض وكذا كذا. مهما كان فالحين هذا مشروعنا، هذا الطريق هذا اكبر مشروع، اكبر منجز تاريخي للمغتربين. احسن من اي مشروع ولا في اي مشروع عنده زمان الزمان الا مشروعهم ان شاء الله. الحمد لله، وان شاء الله نكمل المشروع ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله لنا لقاء اخر هذه السنه، وان شاء الله نكمل جميع المشاريع حقنا القريه والطرقات. ابو خالد نشي كلمتك للمغتربين الجدد الشباب. المغتربين الجدد يجب ان يتفاعلوا، يجب ان يقعوا اقل حاجه ايوه يا اخي يشاركوا، يعملوا تاريخ لان كل شيء يروح، ما تاريخك الا هنا بانجازك يا اخي. حسب الله انها كرت كل شيء يروح والله. مساهمه بسيطه بالطريق، مساهمه باي مشروع خيري، باي حالات مرضيه ان شاء الله، ما بش حالات مرضيه واي مساعدات انسانيه ان شاء الله. هذه الحالات لازم المغتربين الجدد يتفاعلوا مع الاولين واصحاب القريه بشكل عام ان شاء الله، والتعاون مننا من المغتربين ومن اصحاب القريه هنا بذره خير للجميع ان شاء الله. شكرا جزيلا ابو خالد. عفوا.